مساء الخير عليكم، يا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وكل اللي معانا واللي بيتفرجوا معانا على الفيديوهات واللي اتفرجوا معانا على الحلقة الأولى. أنا بشكر كل الناس طبعا اللي بعتت لي تعليقاتها على الحلقة الأولى. بجد أنا بشكركم جدا، وبشكر كل الناس اللي اتفرجت عليها، وبشكر الناس اللي جاوبت على السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت بتاع المشكلة اللي كانت عندنا في مركز الشباب الخاصة بالقمامة. فده شيء إيجابي وحاجة كويسة جدا إن أنت بتفكر بتشوف حاجة تقدر تستفيد منها، فده شيء ايجابي جدا. وبشكر طبعا الناس اللي بعت لنا اسئله عن الدستور. الدستور قصه كبيره قوي لمصر، يعني الدستور المصري ده قصه وحكايه كبيره جدا 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 جدا. فيلا بقى نبدا النهارده رحلتنا ونشوف الدستور المصري بدا منين، والحكايه كانت ايه وايه القصه الكبيره اللي عاشها الشعب المصري عشان نوصل في الاخر لدستور 2014 وتعديلات 2019. فالموضوع كبير، فيلا بينا نبدا ونشوف الدستور المصري. طيب، الدستور المصري بدأ حكايته من 1805. ايه، من 1805 بدأ النضال المصري لفكرة وضع دستور. مش هنقول بوضع دستور اللي احنا ماشيين عليه الحالي، او بوضع شكله النهائي اللي احنا بنشوفه دلوقتي في 2014 او تعديلاته 2019، لا، بفكرة ان يكون في نظام وقانون رابط ما بين الحاكم والمحكومين. فمن هنا بدأ النضال، بدأت الفكرة، يا جماعة احنا عايزين نحط حاجة، نحط قانون، نحط حاجة تخلينا نقدر نشوف العلاقة ما بيننا وما بين الحاكم. طبعا من 1805 مصر ما كانتش جمهورية، مصر كانت في النظام الملكي. فمن 1805 ل 1882 نضال طويل 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 طويل، لحد ما وضعوا حاجة اسمها اللائحة الأساسية. طيب، اللائحة الأساسية دي وضعت سنة كام؟ 82. بس كان قبليها بشوية، قبليها ب3 سنين، كان في برضو مشروع لائحة أساسية، ده كان في عهد الخديوي إسماعيل. بس طبعا في 1879 كان الخديوي إسماعيل في الأيام اللي هو كان ماشي فيها، مش هنقدر نقول اللي هو اتخلع أو اتشال، لا، كان ماشي فيها. فما قدروش اللي هم يوافقوا أو يحط موافقته على اللائحة دي أو على الدستور البسيط ده. خلاص. في 1882 جه الخديوي توفيق. طبعا نجحت الحركة الوطنية ان هي تقنع الخديوي توفيق ان هو يوافق على دستور 1882، ووضع الدستور دوت، وكانت هي اللائحة الأساسية أو النواة الأساسية لفكرة الدستور المصري. بس كده لا، ده لسه المشوار طويل. طبعا بعد ما حطينا في 1882 جه بعديها، طبعا انتوا عارفين ان مصر احتلت من الاحتلال الانجليزي لفترة طويلة لأكتر من 60 سنة، فالموضوع كان كبير. طيب، ايه اللي حصل؟ جت الحكومة بتاعت الاحتلال لغت الدستور بتاع 82 ده، 1882. وهل بقى المصريين حطوا ايديهم على خدهم سكتوا؟ لا، فضلوا يناضلوا تاني. فكرة ان انت تناضل، النضال هنا مش معناه ان انا بعمل مشاغبات او بعمل اثارة للناس، لا، ان انت بتناضل هنا ان انت عايز تدور على حقوقك وواجباتك. هنا الشعب المصري ده من الشعوب القليلة جدا في العالم اللي كان بيناضل عشان حقوق وواجبات. كان في بعض الصراعات في العالم كله، طبعا احنا عارفين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية كانت كلها صراع قوة ما بين قوات كبيرة، مثلا زي ما بين ألمانيا وأمريكا، ما بين ألمانيا وروسيا، ما بين ألمانيا وفرنسا وإنجلترا. كان صراع قوة، ما كانش صراع نضال. لكن انت يبقى عندك شعب يناضل عشان يحط حقوق وواجبات ليه وللناس اللي بيعيش معاهم، ده كان شيء عظيم جدا في الوقت ده. طيب، طبعا احنا جينا بعد ما لغى الانجليز وقعدنا ماشيين 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 لحد ما جينا نقول ثورة 1919، طبعا الثورة الشهيرة بتاعت سعد باشا زغلول. طيب، الثورة دي كانت برضو جزء من النضال. الناس كانت بتطالب بحقوقها، كانت لقيت اللي فيه زعيم، الزعيم دوت هو اللي الناس تمشي وراه، تقدر اللي هي تحط المسيرة بتاعتها معاه. طبعا الخلافات اللي حصلت، النفي اللي حصل لسعد زغلول، الفترة دي كلها، الثورة اللي قامت، الناس اللي ماتت في ثورة 1919. بس بسبب 1919 وصلنا اللي احنا حطينا دستور 1923. وطبعا دستور 1923 دوت انعقدوا بموجب، يعني من بعد ما اتحط دستور 1923 ده، انعقد اول برلمان مصري، ودي كانت اول جلسة برلمانية. يا جماعة التاريخ دايما في حاجات احنا لما بنسمعها وبنقراها، ايه ده، الناس دي عملت ده، وصلت لحد المرحلة دي.
اه يا عم عادي، احنا بنشوفها دلوقتي اللي هو عادي يا عم، الناس بتروح تقعد في البرلمان وبتنعقد وبننتخبهم والدنيا حلوة. لكن زمان ما كانش كده. زمان كانت الناس دي صعب ان هي تعمل ده، صعب ان هي تروح تقعد في برلمان، صعب يبقى في برلمان. فلما كانت اول جلسة برلمانية، طيب، طب اول جلسة دي كانت امتى؟ كانت في 15 مارس 1924 في ظل طبعا دستور 23. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ حصل شوية خلافات ما بين الحكومة، ما بين الحاكم، ما بين النواب او ممثلين الشعب في الوقت ده، ووقف العمل بدستور 23 وحطينا دستور جديد، دستور 1930. طبعا 4 سنين نقدر نقول لحد 34 او في اواخر السنة الاخيرة ل 34، الدستور ده كان فيه بعض العيوب او بعض المميزات للجانب المحتل زي ما بنقول. فالناس اعترضت على الدستور بتاع 30، فرجع تاني دستور 23 اتعمل بيه. وقفنا دستور 30 خالص، ما اشتغلناش بيه، قلنا لا يا جماعه خلاص احنا مش عايزين دستور 30 دوت، احنا هنوقفه، مش عايزين نشتغل بيه. ورجعنا تاني دستور 23. طبعا دستور 23 ده استمر معانا واشتغلنا بيه لحد سنة 1952. اشمعنى لحد سنة 1952؟ طبعا عشان قيام الثورة المصرية بالضباط الأحرار لما قاموا بالثورة المصرية سنة 1952، وتحويل مصر من ملكية لجمهورية. ومن هنا بدأ نضال تاني خالص 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 خالص. هنا الأول كان النضال اللي احنا بنحط دستور أو بنحط تشريعات، أو اللي احنا عايزين نوصل اللي يكون فيه ممثلين عن الناس حقيقيين قدام النظام الحاكم، إذا كان جمهوري أو ملكي، بغض النظر عن اسم النظام أو شكل النظام في الوقت ده. وكانت الناس حابة تشوف حقوقها وواجباتها، وازاي تقدر يبقى ليها حقوق وليها واجبات وتقدر تستخدمهم او تقدر تطالب بيهم في الوقت ده. طبعا حصل زي ما احنا قلنا من 1805 لحد 1882، والنجاح الكبير اللي حصل في 1879، وفكرة الوثيقة الأولى بس ما كملتش. طب في 82 كملت وخدنا أول وثيقة وعملنا اللائحة الأساسية، وبعد كده عملنا الدستور بتاع سنة 23. طبعا بعد صراع كبير مع دولة الاحتلال. دولة الاحتلال هنا كانت الوصاية البريطانية على مصر، فنضال كبير اللي انت تكون محتل وفي نفس الوقت عندك نضال شعبي ومطالب شعبية وقادر توصل صوتك. وكان طبعا في ضحايا الكلام ده كله، يعني مثلا ما كانش الكلام ده بيقابل بورد وزهور من بعض الاشخاص او من بعض الدول او من بعض الوصايا اللي انت كنت محتل تحتيها، لا، كان بيقابل بعنف، برفض، بحاجات كتير، بقمع، حاجات زي ما انت عايز تقول. بس في الاخر وصلنا اللي احنا حطينا الدستور وحطينا اول نواة وعملنا اول جلسة برلمانية، فده كان شيء نجاح. طبعا جت الثورة في 1952 غيرت الموازين. الفكرة كلها اللي احنا قدرنا نشوف طب نعمل ايه ما نعملش ايه. عملنا اول حاجة الاعلان الدستوري. الاعلان الدستوري ده بيطلع لما بتيجي تعمل حاجة، فكرة اعلان دستوري. اعلان دستوري ده بيبقى حاجة مؤقتة بمشي عليها لفترة صغيرة عشان اقدر بعد كده يعمل دستور جديد خلاص يكمل بدستور قديم. فكان هنا الاعلان الدستوري بتاع 52 دوت هو مبطل لدستور 30 و23 وكل ما سبق في اللائحة الاساسية. وكان اعلان مبسط اللي هو فكرة ادارة الدولة في الوقت دوت او في الوقت اللي حصل فيه الثورة. بعد كده بدأنا ندور طب احنا بعد الاعلان الدستوري هنعمل ايه. والله احنا قلنا للناس طب الناس هتستفتى عليه، فالناس وافقت على الاعلان الدستوري في 56. عملنا دستور جديد. طب الدستور المصري الجديد دوت كان بدأ اعتباره من 56، من فبراير 56 زي ما بنقول. وفضلت المصريين ماشيين على دستور 56. وبعد كده عملنا تعديلات في 58 عشان كنا الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، فكان دستور مؤقت عملنا في 58 عشان يبقى دستور يقدر يحكم العملية ما بين مصر وسوريا وهي دولة يعني موحدة أو متحدة. وطبعا ده ما استمرش كتير، ده يعني قعد لمدة 3 سنين. وبعد كده طبعا حصل الانفصال اللي احنا عارفينه اللي هو مصر وسوريا انفصلوا. عشان كده دايما لما بنيجي نشوف مصر الجيش التاني والتالت، طب نيجي نسأل هو ايه الجيش الاول. الجيش الاول ده كان هو الجيش الاول على الخطوط بتاعت سوريا او الخط السوري، بعد كده الجيش التاني والتالت المصري، عشان احنا كنا دولة متحدة. فعشان كده كان ده التقسيمة الخاصة بالقوات المسلحة.
فعشان كده دايما نيجي نسمع يقول لك ايه ده، احنا عندنا الجيش التاني، احنا عندنا الجيش التالت الميداني. طب فين الجيش الاول؟ الجيش الاول ده كان في سوريا. طيب بعد ما انفصلنا وعملنا الدستور المؤقت دوت وقعد فترة 3 سنين، بعد كده جت مصر حصل فيها تعديلات، حصل فيها دستور جديد طبعا في 64، برضو كان دستور مؤقت. بعد كده مشينا لدستور مؤقت 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 لحد ما وصلنا لسنة 1971. ده طبعا بعد وفاة الراحل الزعيم جمال عبد الناصر. طيب ايه دستور 71 ده؟ دايما المصريين يتكلموا عن دستور 71 ده اللي هو الدستور الدائم لمصر. ايه؟ الدستور الدائم. احنا قعدنا بدستور 71 برغم التعديلات اللي حصلت عليه في 80 واللي حصلت في 2005 و2007، كل دي تعديلات على الدستور 71. لكن هو فضل الدستور الدائم والأكثر استخداما في مصر لفترة كبيرة من الزمن. احنا بنتكلم من 71 لحد سنة 2011. فاحنا متخيلين احنا بنتكلم 40 سنة او اقل، 39 سنة او 40 سنة بنتكلم كان فيها دستور قائم مش مؤقت، مصريين ماشيين عليه، الحقوق والواجبات عليه. طبعا في الفترة ما بين 71 لحد 2010 كان في تغيرات سياسية كتير، كان في نقدر نقول جمود او الفترة متجمدة للأحزاب السياسية، ما كانش في حرك سياسي للأحزاب السياسية كتير. بس برغم كل دوت قدر المصريين اللي هو يتفاعل، نعدل مرة في الدستور، نعدل مرة تانية، نعدل مرة تالتة، لحد ما وصلنا اللي احنا في 2010 تم في 2011 تم في 2011 وقف العمل بالدستور الدائم وإعلان دستوري جديد. طبعا ده بعد قيام ثورة 2011. طيب بعد ما حصل في 2011 حصل إعلان دستوري أول، حصل بعد كده استفتاء للناس اللي هي توافق ولا ترفض، توافق ولا ترفض. بعد كده حصل دستور 2012. بعد كده تم وقف وإلغاء دستور 2012 في 2013 وإعلان دستوري جديد برضو إعلان مؤقت. بعد كده في 2013 وبعد الإعلان المؤقت ورئاسة مصر من رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور في الوقت دوت، أصدر بتشكيل لجنة وطنية لعمل دستور جديد. وطبعا اللجنة الوطنية قعدت تعمل دورات استماع للمواطنين واحتياجاتهم، وطبعا للتشريعيين والناس القانونيين، وإيه اللي هناخده من دستور قديم، من دستور 23، من دستور 30، من إعلانات دستورية، من دستور 56، لا من 71، من دستور 2012. وقعدت اللجنة تجتمع وتطلع أفكار لحد ما حط بنود دستور 2014. وطبعا دستور 2014 المصريين نزلوا استفتوا عليه، لان احنا زي ما قلنا الدستور غير القانون. انا ممكن انا قانوني او بحط لنفسي قانون، احمد يمشي عليه، محمد ما يمشيش عليه، ابراهيم يمشي عليه، محمود ما يمشيش عليه. لكن الدستور المصري كلنا بنمشي عليه، هو كل حاجة، القوانين، هو كل حاجة. عشان كده دايما الصراع الوطني للدستور ده قصة جميلة جدا، ولما تخش في أحداثها وتعرف تفاصيلها أكتر هتحس قد إيه إن الدستور المصري ده حاجة مهمة جدا. وأنا إزاي ما قريتهوش، إزاي ما أعرفش عنه حاجة. فمن المبادئ الحلوة جدا 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 جدا. طبعا إحنا زي ما اتكلمنا اللي إحنا حصل عندنا أول جلسة برلمانية بعد دستور 23. طبعا كل برلمان بيجي بعد وضع دستور بيبقى ليه مميزات جديدة. يعني مثلا الدستور بتاع 2014 الحقوق والواجبات، طبعا اهم بنود حصلت في حتى الوثيقة الاولانية، الوثيقة الثانية 82 23 30. اي دستور بيجي ان اللغة العربية والديانة الاسلامية هم مصدر التشريع. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اكون عضو برلماني او اكون سياسي او اكون دبلوماسي سياسي او عضو نموذج محاكاة او اي حاجة وما اعرفش ان اللغة العربية هي اساس الدستور. اي قانون او اي حاجة يوضع باللغة العربية، اي تحدث او كلام داخل البرلمان يكون باللغة العربية. فعشان كده الدستور فيه حاجة جميلة جدا، في حقوق وواجبات،
في حقوق المرأة. وطبعا الدستور هنا لما منح للمرأة مقاعد في البرلمان، طبعا احنا كنا بنتكلم عن الكوتا اللي حصلت للبرلمان من المرأة في 2010، وكان ده انجاز كبير، وقلنا المرأة دخلت البرلمان في 2010 وكان ليها كوتا وكان ليها عدد من الكراسي. لكن في 2014 المرأة بقى ليها نسبة اكبر. وكمان لما وضع في الدستور فكرة المحليات والإدارة المحلية وإزاي أقدر أكون عضو مجلس محلي، ونسبة الشباب والمرأة في المجلس 50، يعني 25 شباب ذكور و25 شباب مرأة، فكان 50%. فده كان إنجاز. فكرة اللي 50% من المقاعد في المجالس المحلية القادمة إن شاء الله لما يصدر القانون ويتشكل المجالس المحلية يكون فيها 50%، فده رقم. ومن الشباب ومن المرأة فده رقم كبير. فطبعا كل الإنجازات دي احنا بنشوفها حاجات بسيطة أو دلوقتي موجودة أو حاجات لمسكنها ولمسنها لأنها حاجات حصلت في جيلنا الحالي. لكن في نضال كتير قوي من أجيال تانية احنا ما شفناهاش. في ناس ضحوا بأرواحهم، في ناس نفيوا، في ناس عذبوا، في ناس كتير اتسجنوا بسبب ان الدستور المصري ده يطلع. فقصة الدستور المصري ده حاجة جميلة جدا. اقرا دستورك، اعرف الدستور ده حصل ازاي، الدستور ده مين كان بيدور عليه، مين كان عايز الدستور. عشان كده دايما يقولك ايه، الدستور المصري ده قصة وحكاية وحدوتة. دور على الحدوتة، اقراها، اسمعها، اعرف عنها معلومات. الدستور المصري ده حاجة جميلة جدا. فدي كانت رحلتنا مع الدستور المصري. يا رب تكون عجبتكم وعرفنا معلومات عن الدستور المصري وتغيراته وبدأ منين ومشي ازاي. طبعا في مواد كتير وابواب جوه الدستور، اذا كان الفصل ما بين السلطات، الحقوق والواجبات، حقوق المرأة، حقوق الرجل، حقوق الطفل، كل ده موجود جوه الدستور. الوثائق اللي مضت عليها مصر في مر السنين اللي فاتت كلها موجودة جوه الدستور. طب هتقول لي دي مالها ومال الدستور؟ لا، دي معاهدات واتفاقيات مصر وافقت عليها، لازم تكون جوه الدستور عشان تعرف برضو حقوقك وواجباتك اذا كان خارجي او داخلي. انت موافق على ايه ورافض ايه، انت بتنفذ سياسات عالمية العالم متفق عليها في ايه، وايه اللي انت ما بتنفذوش. كل ده موجود جوه دستورك. اقرا دستورك. طبعا النهاردة يعني احنا اتكلمنا عن الدستور والحكاية المصرية والدستور المصري. بجد يا رب تكونوا استفدتوا منها وعرفتوا الدستور بتاعنا بدأ منين وجي منين وراح فين، وناس عملت ايه وما عملتش ايه، وبدأنا ازاي وانتهينا ازاي. فيا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، واستنى برضو منكم آرائكم ورسائلكم وكلامكم وكل اللي انتم محتاجين تعرفوه اكتر. والتشريع المصري ده حاجة جميلة جدا هنخش فيها ونشوف. بعد طبعا ما حطينا الدستور والنضال الكتير في الدستور ده، بيجي نضال تاني بعديه، هو نضال القانون والتشريعات. طبعا لمجلس النواب او البرلمان او البرلماني جزء كبير قوي من التشريعات، لان هو بنسبة كبيرة بيوافق او بيوضع او بيخش في صناعة التشريعات بنسبة كبيرة قوي. يعني زي ما بيقولوا كده، يعني نقدر نقول 80% من البرلمانيين بيكونوا سبب في وضع تشريعات او قوانين الناس بتمشي عليها بعد كده. فانا مستني منكم اسئلتكم تاني وارائكم وكل اللي انتوا حابين تسألوا فيه. اسأل، متخافش، اعرف معلومات، دور، ابحث بنفسك، بس حاول على قد ما تقدر ان انت توصل للمعلومة الادق. مش بقولك الصح، الادق اللي انت تقدر من خلالها تفهم وتتعلم اكتر. ويا رب دايما اشوفكم بألف خير ويومكم سعيد. السلام عليكم.